في حي شعبي بسيط. كان في شاب اسمه يوسف، كان دايما يشتكي من الفقر، ودايما حاسس إن أمه سبب تعاسته. هي كانت ست كبيرة بتشتغل في البيوت علشان تربيه وتصرف عليه، لكن كان دايما يخجل منها. كان يقول قدام الناس: أنا مش هنجح في حياتي طول ما أمي لابسة كده وبتشتغل عند الناس. وفي يوم جات له فرصة يسافر برا البلد، بس طلبوا منه يكتب إن أمه متوفية علشان ياخد منحة خاصة بالأيتام. فكر شوية، وبكل برود كتب متوفية. سافر ونجح وبقى غني، نسي أمه تماماً ولا عمره اتصل بيها، وهي كانت كل يوم تدعيله وتنتظره على باب البيت. وبعد 15 سنة قرر يوسف يرجع يزور بلده، وكان عامل نفسه ناسي، لكن قلبه كان متلخبط. أول ما دخل الحارة لقى ناس كتير مجتمعين. سألهم: في إيه؟ قالوا له: الست اللي كانت دايما بتقعد على الرصيف وتستناك ماتت النهاردة. اتصدم وجرى يشوفها، لقاها نايمة على الأرض وعلى صدرها صورة ليه من أيام ما كان صغير، وجنبها ظرف مكتوب عليه من أمك. لو رجعت يوما فتح الظرف وقرأ: يا ابني، أنا عمري ما زعلت منك، حتى لما كتبت إنك يتيم أنا بس كنت بدعيلك تنجح، حتى لو بعيد عني بحبك ومستنياك. وقع يوسف على ركبته وبكى زي الطفل. ومن يومها فتح دار أيتام باسمها وسماه بيت أمي. مش كل تضحية بتتقال، وفي حب أعظم من أي كنوز اسمه حب الأم. بس أوقات لما تصحى يكون فات الأوان.